رسائل جسمك مش وهم. ده موضوعنا النهاردة. هنتكلم عن خطة خلاص، خطة نجاح، خطة وصول لكل سيدة محاربة ومستنفذة من صرخات جسمها. يا أهلا بيكم يا غالين في مقام العافية. كلنا فاكرين حالة أمل اللي بدأت معانا رحلة نجاح حقيقية، وفرحنا بدأنا بنزول وزنها وشوفنا تحاليلها مع إنها ما تحسنتش قوي، بس الحمد لله فرحنا إنها بالإشراف الطبي قدرت توقف أدوية القلق والاكتئاب اللي كانت ماشية عليها بقالها شهرين كاملين دلوقتي. لكن رحلة العافية مش خط مستقيم. أمل دلوقتي بتمر بمطب جسدي صعب جدا، حاسة بنهجان مستمر، نغزة قوية في القلب مع تقل في كتفها الشمال، آلام في جسمها كله مهما نامت أو ارتاحت، ارتجاع في المعدة مش بيفارقها، زغللة في عينيها، تنميل في أطراف إيديها ورجليها. عملت كل التحاليل ولفت على دكاترة، كانت النتيجة كل فحوصاتك الطبية والتحاليل سليمة، انت طبيعية ومفيش فيكي حاجة. هنا أمل حست بوجع مضاعف، دموعها ما قدرتش تمسكها، حست إن هي ضحية لمرض غامض، وزاد حملها لما المحيطين بيها قالوا لها أصلك موهومة ومركزة مع نفسك زيادة، انت قوية وتقدري تطلعي منها، انت بس بتاخدي كل حاجة على أعصابك. النهاردة جاية أكلم أمل وأكلم كل أخت بتسمعني. انتم مش موهومين، الألم اللي انت حاسة بيه حقيقي 100%. علميا احنا بنسمي ده أعراض نفس جسمانية psychosomatic symptoms. لما وقفتي أدوية الاكتئاب عقلك الواعي افتكر إن الرحلة خلصت، لكن الجهاز العصبي المستنفر وعقلك الباطن لسه شايلين شحنات ضغط وتوتر ما خرجتش. الجسم لما بيفيض بيه الكتمان بيبدأ بصراخ بلغة الأعضاء عشان ينبهك. فمثلا ارتجاع المعدة في التغذية السلوكية، المعدة هي بيت الهضم. لما بنمر بمواقف أو صدمات مش قادرين نبلعها أو نهضمها في حياتنا، المعدة بترفض الأكل وبتترجم ده بارتجاع وحموضة. نغزة القلب والنهجان ده تشنج في الحجاب الحاجز، ضغط على الصدر بيحصل لما بنكتب أنفاسنا ومشاعرنا خوفا من أحكام الناس. طب تعالوا كده نشوف التحليل النفسي بالظبط لصراع المحاربة دي. أمل بتمر بمزيج مرهق ما بين النمط الأول المثالية وجلد الذات، والنمط الثالث اللي هي المنجزة اللي لازم تظهر قوية. انت ضغط على نفسك عشان تكوني الأم المثالية والزوجة الكاملة، بتحاربي عشان تثبتي انك شاطرة ومفيش حاجة تكسرك، كتمتي الضعف البشري، فقرر جسمك يتكلم بالنيابة عنك ويثور على المحاربة المستنفذة. اتعلمنا في ال NLP تقنية اسمها إعادة التأطير أو reframing. يعني إيه؟ إحنا مش هنبص للجسم كأنه عدو غامض بيعذبنا، هنبص ليه كأنه صديق وفي وحساس جدا، بيبعت لنا رسالة استغاثة وبيقولك أرجوكي اهدي، إحنا محتاجين رعاية ونفهم مشاعرنا. يا أمل، في لحظة الوجع والوحدة دي لما الكل يقولك موهومة، ارمي حمولك على ملك الملوك، فهو السميع لشكواكي وأنينك الصامت اللي مفيش بشر حاسس بيه، هو البصير بتعبك وسعيك ومحاولاتك، هو اللطيف اللي بيبعتلك التعب ده بلطف عشان يفرملك في جلد ذاتك قبل ما تنهاري، هو الجبار، هو القدير اللي قادر يجبر قلبك وجسمك المنكسر ويقويكي بالحق مش بالادعاء. هنبدأ النهاردة أول جلسة من سلسلة 10 جلسات نساعد فيها أمل وكل حالة شبه أمل. خطتنا إيه هي؟ هنبدأ الجلسة الأولى من سلسلة 10 جلسات إن شاء الله نساعد بيها أمل وكل محاربة مستنفذة زيها. أول حاجة تمرين خريطة الجسد. هنجيب ورقة ونرسم فيها شكل الجسم كده شكل كروكي، ونلون باللون الأحمر الأماكن اللي بتوجعنا، معدة، صدر، قلب، إن شاء الله نلون الجسم كله. ودي حالة مؤسفة قوي إن احنا نضطر نلون الجسم كله. هنسأل نفسنا قدام كل وجع ايه الموقف اللي حصل قبل ما الوجع ده يزيد في المكان ده. أنا كنت مضغوطة من حاجة معينة، كتمت الزعل من حاجة معينة. تالت حاجة دي لازم تتكرر معنا طول اليوم، نردد بيقين ذكر يهدينا، نستعين بأسماء الله الحسنى، يا لطيف اللطف بضعفي، يا سميع يا بصير بضعفي وشكواي، أنت الوحيد يسمع شكواي، أنا في جوارك، أنا أرجو جبرك وأرجو شفاءك ومعافاتك. خلصنا الجلسة الأولى، هتلاقوها موجودة في مقام العافية.
إن شاء الله انضموا لينا هناك. هتنزل كل محاضرة بكل جلسة شرحها تطبيقات عملية لغاية الجلسة التانية، عشان نقدر إن شاء الله نساعد أمل ونساعد كل حالة بتحس زي أمل. استنوني في الجلسة التانية.